السلام عليكم ورحمة الله. المغرب ينتصر على بلجيكا ثاني التصنيف العالمي. حقق الأهم بالحقيقة المغرب وانتصر بهدفين مقابل لا شيء. المغرب طبعا هلأ ترتيب المجموعة صار كرواتيا 4 نقاط، المغرب كمان 4 نقاط، بلجيكا 3 نقاط، كندا ولا نقطة. رسميا طبعا كندا صارت خارج المونديال، هاي ثاني خسارة إلى. إذا بدنا نحكي شوي على مباراة المغرب، يعني للأمانة المنتخب كان من أحلى ما يكون. يعني إن كان تكتيكيا ولا إن كان لأداء الفريق ككل، يعني كعناصر وكلعيبة وكتكتيك. شفنا طبعا المدرب دخل تشكيلة 4-3-3، منتخب المغرب. خلال المباراة بتشوف يعني حلاوة منتخب المغرب، منتخب كبير، منتخب هذا الجيل تحديدا. يعني حرام حرام ما يوصل لمراحل متقدمة من كأس العالم. يعني لازم يوصل، لأنه أنت إذا بتشوف يعني قبل كأس العالم، إذا بتقارن أو بتشوف المنتخبات اللي وصلت، العربي، المغرب، تونس، المنتخب السعودي والمنتخب القطري، يعني بتشوف للأمانة مع احترامنا لكل المنتخبات طبعا العربية اللي وصلت، لكن المغرب بتحس انه اعلى تقريبا، يعني بحكم اللاعبين اللي عنده، بحكم التجربة الاحترافية، الاحتكاك بالدوريات الأوروبية. فمنتخب المغرب لازم بإذن الله بإذن الله لازم يعمل شيء. هلا امبارح شفنا كيف المباراة كانت، يعني خلال مجريات المباراة المغرب كان عم يضغط خط الوسط، صح، عم يستلم كرات، عم يوزع كرات. عندك خط الهجوم زياش، نصيري، وبوفال. فانت عندك خط هجوم مثل هالثلاث لاعبين، واحد قلب هجوم لاشبيليا الاسباني، وواحد لتشيلسي الانجليزي. يعني حرام ما كان يربح المنتخب المغربي. عطفا على الاداء، يعني الاداء بيثبت لك انه منتخب المغرب بيستاهل المباراة. يعني صحيح بلجيكا كان ند قوي، انت منتخب بلجيكا عنده اسماء كبيرة ما سهلة، يعني هازارد، دي بروين، الحارس كورتوا. فمنتخب المغرب للأمانة استاهل وبجدارة الفوز بالمباراة. إضافة لهالشيء، تكتيك المدرب. انت انتبه، تكتيك المدرب يعني هو للأمانة يمكن دخل الشوط الأول تقريبا مثل مباراة كرواتيا، بجوز متحفظة شوي، لكن كل مباراة إلى حساباتها. يعني مباراة كرواتيا كان بجوز الهم الأكبر له أنه يحصل على النقطة، إذا ما ربح يجيب نقطة، وجاب النقطة وهذا المهم. مباراة بلجيكا امبارح دخل الشوط الأول تقريبا نفس الفكر، خلينا نقول. لعب امبارح مباراة بلجيكا بالشوط الأول نفس فكره بالشوط بمباراة كرواتيا. فلما دخل الشوط الثاني قال لك خلاص، يعني لازم جازف وبإذن الله بتجي المباراة. فالنقطة اللي تحسب له البدلاء اللي بدلون، يعني اللاعب الصابري اللي نزل بدقيقة 2 نزل تقريبا، لا الهدف، اللاعب الصابري اللي سجل الهدف بالدقيقة 72 كمان. بنشوف يعني انت عندك بدلاء بهالمستوى هذا، نزل البديل وعم يسجل هدف وعن طريق كرة ثابتة كمان. يعني بصراحة منتخب البدلاء بمستوى الاساسيين، وهاي هون النقطة المهمة بالمنتخب المغربي، انه انت عندك بدلاء حلوين، بدلاء قادرين انه يصنعوا الفارق بمجريات المباراة. البديل الثاني زكريا بوخلال كمان، يا سلام، يعني الهدف كيف شفنا تقريبا اجى بدقيقة 90 الهدف. شفنا كيف يعني التسديد، قوة التسديد. حتى كورتوا، يعني حارس معروف، كورتوا من اقوى، من مصنف من اقوى حراس العالم، ما قدر يتعامل مع الكرة من قوة التسديد وسرعتها. اجت بالمرمى، يعني تقريبا بسقف المرمى. ف منتخب حلو، منتخب ان شاء الله ان شاء الله بيوصل ادوار متقدمه. طبعا ما بنسى البديل كمان، الحارس منير المحمدي. منير المحمدي يعني بصراحه يعني بمستوى ياسين بونو. يعني انت هذا الشيء مطمئن لك كمنتخب مغرب او
كمدرب عندك هالعناصر، البدلاء مثل ما قلت، البدلاء بمستوى الأساسيين، فهذا شيء كتير 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 مهم، ولازم يستفيد منه بإذن الله بس يوصل لدور ال 16، لأنه مباريات دور ال 16 غير دور المجموعات. فهلا أمامه مباراة كندا. كندا خلص رسميا طلعت برات البطولة، بس بده ينتبه يعني كمنتخب، وما شاء الله يعني ما بيخاف عليهم اللعيبة يعني، بس لابد الحذر، لابد التركيز، لابد الانتباه. يعني ما بتعرف انت، هاي كرة قدم، لازم ينتبهوا، لانه هلا المغرب خلص تقريبا وصولها لدور ال 16 بايدها صار. هي ثاني المجموعة هلا 4 نقاط، تعادلت مع كرواتيا، اخذت نقطة من كرواتيا، هزمت بلجيكا وهو الاهم، واخذت 3 نقاط من بلجيكا. بقى عليها منتخب كندا. منتخب كندا هو الأضعف، ما هو هالمنتخب الخطير. يعني المفروض بإذن الله تجي مباراة كندا شوية تركيز، ما يستهتروا، ما يكون في استهتار، بتجي بإذن الله. ترتيب المجموعة: كرواتيا 4، المغرب 4، بلجيكا 3، كندا 0. هلا المباراة الثانية اللي هي رح تصير بين كرواتيا وبلجيكا، خود عاد مباراة من أحلى ما يكون رح تكون هاي المباراة، لأنه كرواتيا بدها توصل، وبلجيكا بده يوصل، وبلجيكا محسوب ثاني التصنيف العالمي، فكبيري انه بحقه انه يطلع من الدور، دور المجموعات. ف يعني مباراة نهائية بصراحة، راح تكون كرواتيا بلجيكا المباراة الجولة الأخيرة من هالمجموعة. ف بس يعني انا اللي شفته انه منتخب حلو، منتخب استاهل بجدارة، اثبت انه منتخب ان شاء الله كعبه عالي، وبيوصل باذن الله لادوار متقدمه. هلا مباريات دور ال 16 كل مباراة الى حساباتها، كل مباراة انت عندك مباريات 16 حيكون في اشواط اضافيه، في ضربات جزاء، في خروج مغلوب مباشره، فكل مباراه الى حساباتها. فبتوقع باذن الله، باذن الله اذا المغرب يعني قد يتصدر المجموعه، ما بنعرف هاي، لانه بدنا نستنى لتلعب كرواتيا وبلجيكا المباراه الاخيره. واذا تصدر المغرب، اذا تصدر المجموعه، حيكون طبعا حتكون مواجهته بدور 16 اسهل نوعا، حيلعب مع ثاني المجموعه اللي بعده. بس بشكل عام ما في كرة قدم، ما في سهل وصعب، المنتخبات هاد كأس عالم. فبإذن الله، بإذن الله يعني المغرب يعني أنا برأيي حتوصل لمراحل متقدمة إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي. بس هذا كل شيء كان لمباراة المغرب وبلجيكا. ان شاء الله تكون عجبتكم شباب. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايكات، اللايكات بتساعد على انتشار الفيديو. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا لنا بالقناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.